كلمك 5 مرات ما ترديش، بتعمل ايه كل ده؟ معلش يا حبيبي، انا اسفه. انا كنت برسم لوحه الغروب، وانت عارف ان انا وانا برسم بعمل تليفوني سايلنت عشان مفيش حاجه تخليني افقد تركيزي او اخرج من المود. طب انا مش عايز افقد اعصابي، بالله عليك تركز اليومين دول. انت رايح فين؟ نازل اشتري سجاير. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. علبتين سوبر يا حاج. والله يا ولدي ما عندي غير واحدة. رضا الحمد لله. يلا يا ابني شيل بتاع التابوت ده من هنا. ده على شارع. يلا يا ابني. يلا وليه من هنا ولي. حرام يلا عليك. ولي. رزقي يلا ورزقي ابني عيالي. شيل يا ابني. يلا. يا ولي. يا جدع يا جدع، في راجل يمد يده على حرمه. حقك تاخد الحاجه بس باسلوب احسن من كده. وانت مين انت؟ يا عم مواطن عادي وبينقضك. التصرف اللي انت بتعمله ده اي حد معدي هينقض الداخليه. ما تسقش للمكان اللي انت شغال فيه. طول ما انت لابس اللبس ده اتعامل كويس. تقلع اللبس مد يدك على اللي انت عايزه. طب اتكل على الله بدل ما بدي عليك انت كمان. اتكل على الله. انت بتزجني يا جدع، احترمني زي ما بحترمك. يلا يا جدع بكلمك باحترام ايه؟ والله يا نعم. بقول لك بكلمك والله باحترام. نعم. احترم نفسك. انت ضابط شرطه يا زين وعارف كويس قوي يعني ايه التعدي على امين شرطه لابس ميري واثناء تاديه عمله. عارف يا فندم وبعترف بخطئي، بس والله العظيم كان غصب عني. ما عرفتش اتمالك اعصابي لما شفته بيمد يده على واحده ست، خاصه انه كان لابس ميري، لانه راجل بغير على مهنتي يا فندم. ممكن واحد بغلطه زي اللي هو عملها دي في وسط الشارع يسيء له سمعه مؤسسه كبيره لها احترامها. بس السؤال اللي بساله لسيادتك، هل امين الشرطه يتعاقب انه مد يده على واحده ست؟ وربنا يا فندم لو كنت اتعلمت في كليه الشرطه ان طبيعي ان رجل الشرطه يمد يده على ستات في الشارع ما كنتش دخلت كليه الشرطه من الاساس. بعدني سيادتك يا فندم. انا ما كنتش عارف ان الضابط زين الجناوي، وبصراحه انا اللي اسأت الادب ومستعد لاي عقاب. يعني انت متنازل عن حقك يا ابني؟ ايوه متنازل يا فندم. تنزل دلوقتي تتنازل عن الشكوى اللي انت قدمتها ويتكتب مذكره صلح وتمضوا عليها انتوا الاثنين. انت هتحمد ربنا ان النقيب زين هو اللي شافك. اتفضلوا. شكرا. مالك كده مش على بعضك وقلقان؟ خايف حد يشوفك؟ مين مش على بعض ولا ايه؟ انا برضو بتاع الكلام ده. كلكم بتقولوا كده في الاول. كلكم؟ انا دلوقتي بقيت من كلكم؟ انا لو من كلكم ما كانش زمانك قاعده معايا بقالك ساعتين دلوقتي بالفستان الجميل قوي. يا سلام. مش شبابك اللي مفتوحه هنا او هنا. في حاجة؟ استنى بس. آسر، في حد بيصور؟ ايه؟ اهو في ولد بيصورنا. سيف ايه يا سيف؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ اللي انت بتعمله ده؟ بعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. قاعد سهران مع واحدك وبتزنق فيها. واحده وبزنق في ايه يا معلم؟ انت شايف غلط، احنا عندنا شغل مع بعض. وبعدين ايه ده؟ هات الموبايل ده. انت بتعمل ايه؟ بقول لك هات الموبايل لحظة ده. بقى، انت عايز تخرب بيت اختك؟ اه اخرب بيت اختي، مش احسن ما اخرب حياتها كلها. وعلى فكره هقول على كل اللي شفته. امسك. ممكن تهدى شويه؟ حبيبي كل الرجاله بيعملوا كده، وانت لما تتجوز هتعمل كده عشان تبسط مراتك. لا مش كل الرجاله بتعمل كده، اللي جاي زيك انت بس. واعمل حسابك على ما تروح علي اكون عارف كل حاجه. وريني هتثبتها ازاي بقى يا شاطر. هثبت. معلش يلا ممكن نمشي، مفيش حاجه بس بعدين خلاص يلا. ولا مسموح لي اتكلم في التليفون، ولا اطلع من البيت، ولا حتى من اوضتي، ولا عملت اي حاجه. كل اللي عملته اني رفضت عريس. تكلمي مين يا بنت؟ تكلمي مين؟ واحدة صاحبتي. تليفون مين ده؟ في ايه ياما؟ تليفون صفية. انا مش قلتلك انك ممنوعه تتكلمي ولا تشوفي حد؟ وهي دي تبقى عيشتي؟ ومين قالك ان مسموح لك انك تعيشي؟ انت يا حبيبتي في مجام المسجونين لحد ما تلين دماغك وتتجوزي. جوزك بس اللي معاه مفتاح زنزانتك، ومن غيره محدش هيعرف يطلعك منها. ربنا يرحمك يا ابوي. ربنا يرحمك. لو كان عايش كان هيعمل نفس اللي بعمله ده. ايه ياما؟ فيه ايه؟ صوتكم جايب اخر الشارع. بتديها التليفون تتكلم، بتكسري كلام يا بنت. عارفه لو اديتيها التليفون تاني هحبسك جنبها في نفس الاوضه. كوني لي.
هو في ضابط يضرب امين شرطه اثناء تاديه عمله؟ انت عارف زين اخوك كويس، ما يعملش حاجه زي دي الا ان كان اللي قدامه عمل حاجه ضايقته. اخوك متربي على الرجوله والجدعنه. يسلم خشمك يا ست صالحه. يا طه انت لو اتحطيت مكانه في الموقف كنت هتعمل نفس اللي عمله. احنا بس بنخافوا عليه يأذي نفسه. ربنا يستر. تعالى يا ولدي. الف سلامه عليك. الحمد لله. طمني عملت ايه؟ اقعد ريح. الحمد لله. طمني يا حبيبي. والله امين شرطه طلع راجل، نزل عن الشكوى اللي عملها وكتب مذكره صلح وقدمها لمدير الامن. واللي اهم من ده كله انه حلف انه عمره ما هيمد يده على حد تاني في الشارع. الحمد لله يا ولدي. ربنا يجعلك زي ابوك، نصير للغلابه. ماي هيرو. هي قالت ايه مرتك؟ قالت نفس اللي انت لسه قايلاه، اما بس هم بيختصروا في الكلام شويه. ولزوم البرطمه. معلش. تيجي نطلع بقى. تصبحوا على خير. ما انت قاعد يا ولدي. قاعد يا اما انا تعبان في مديريه الامن، ما شفتش غير عساكر، حرام عليك. يا شجر العساكر. السلام عليكم. هنا غفر. آسر، نعم. كنت فين؟ انت هتستقبلي؟ مش اخوك قال لك؟ وايه بقى ردك على اللي هو قاله؟ ان انا كنت خارج مع صحابي شويه، خلصت تصوير قلت افك عن نفسي. فيها ايه؟ لا هو ما قالش كده. امال قال ايه؟ قال ان انت كنت زانق واحده في كورنر ونازل فيها بوس واحضان، وتقريبا كده الواحده دي الاخت الفاضله ميرت. ايه يا بنتي الافوره دي؟ انت على فكره اخوك الخمره اللي بيشربها والبلات اللي بيضربها لوحوا له دماغه خلاص. هو انت ليك عين تبجح؟ انا ما ببجحش، انا بقول الحقيقه. اخوك ده لسه صغير على اللي هو بيعمله ده على فكره، ولو سبتوه كده هيضيع. انا مش قادره اصدق ان انت لسه عمال بتكذب وبتبجح. يا اخي حرام عليك، قول مره واحده الصراحه، مره واحده. صوتك يوطى. انا اللي عندي قلته. عايزه تروحي تصدقي اخوك السكران ده، روحي صدقيه بعيد عني. انا مصدقه اصلا، مش لسه هصدقه. خلاص صدقيه ولا نايليه. عايزه ايه مني انا دلوقتي؟ آسر، انت لو قلت الحقيقه انا هحترمك اكتر. وانا اللي عندي قلته. طب احلف بحياه مامتك. حياة امي ما خنتك يا علي، بس انت اللي زيك تستاهل انها تتخان. ولو اي راجل مكاني كان عارف واحده عليكي بس عشان تعوضوا على الحاجات اللي ناقصه في حياته معاكي. ماله لازمة التعب هذا يا رجال؟ تعبك راحة يا عم الشيخ، وبعدين احنا اهل واخوات، وحضرتك برضه في مقام والدنا. طبعا يا ولدي، واللي سواه منصور هذا دين في رقبتنا الى يوم الدين. لا دين ولا حاجة يا عمي، انت لو مكاني كنت عملت اللي انا عملته وزيادة كمان. ادخل يا صبا. مساء الخير. مساء النور. بعد اذنك. الشاي يا منصور، الشاي. هتشرب شاي يا شيخ؟ أدهم، هو أنت ما بقتش بتتكلم معايا ليه زي الأول؟ زي الأول ده اللي هو من إمتى؟ أول ما اتجوزنا يعني. اسألي نفسك يعني. أنت حياتك كلها بقت قاعد تتفرج على ماتش، يا قاعد بتخلص شغل في البيت، يا قاعد ساكت ما بتتكلمش ولا كلمة معايا، وأسئلتك كلها البنت كلت، البنت شربت. هي دي حياة دي؟ وأنتي كلامك معايا ما بقاش بيخرج عن فين فلوس الشغالة، ممكن 5000 جنيه زيادة عشان الفلوس ما قضتش. عندك حق، بس تفتكر ده سببه إيه؟ أنتي سببه يعني. يعني إيه أنا سبب؟ يعني أنتي مش البنت اللي أنا عرفتها ولا حبيتها. طب ما أنت كمان اتغيرت، مش أنت الراجل اللي أنا عرفته في الأول خالص. أنا اتغيرت عشان أنتي اتغيرتي يعني. أو بمعنى أصح ظهرتي على حقيقتك. حقيقتي بقى اللي هي إيه إن شاء الله؟ أنا هقول لك حقيقتك. حقيقتك إنك مادية وبتحبي المظاهر، وكلمة من واحدة صاحبتك بتوديكي وكلمة بترجعك. طب ما انت كمان بقيت شخص روتيني ومش اجتماعي، وانا مستحملاك يعني. ما اسمهاش كده، اسمها شخص مسؤول وبيحافظ على بيته واسرار بيته. يا سلام. طب ما دام انت شايف نفسك الراجل الفظيع اللي ما حصلش، وانا الانسانه التافهه الشنيعه اللي ماليش اي لازمه في الحياه،
ايه اللي مصبرك عليا ده كله؟ بنتي اللي مصبراني يا هند، مصبراني عليكي وعلى انانيتك وعلى اني عايش مع واحده عمرها ما اتحملت المسؤوليه. بعد اذن سيادتك يا فندم، انا لا سمح الله يعني مش معترض على قرار سيادتك ولا قرار اسماعيل بيه في ان القضيه تتفتح تاني، بس انا عندي وجهه نظر. قول يا زياد. زين هيشتغل على القضيه دي وهو مش شايف غير حاجه واحده بس، هتلر وابنه، واحنا ما ينفعش نتعارك مع الناس دي باي شكل من الاشكال، واحنا مش مالين ايدينا بحاجه. شوف يا زياد، انا على طول بخالف زين في الراي، بس ده قدامه، انما بيني وبينك انا بثق فيه وفي تصرفاته. وانا كمان، زين عشره عمري، هو عاقل، بس يعني جرأته ممكن تسوق المشاكل كتير. وبصراحه بقى يا فندم، النيابه كده كده هتحفظ القضيه دي، ومش هينوبنا منها غير اللي احنا نعادي هتلر. وانت إيه اللي مخليك متاكد كده ان النيابه هتحفظ القضيه دي بالذات؟ واضحه يعني يا فندم، قضيه ملهاش ايدين ورجلين، وبعدين احنا ياما مر علينا قواضي بالشكل ده وما وصلناش فيها لحاجه. وصلني ان الاخبار مش تمام. مش تمام كيف يعني؟ يعني قصه البت دي لسه ما خلصتش. ما خلصتش كيف؟ القضية مش اتقفلت. شكلها ما اتقفلتش يا امين. في حد بينخرب ورانا. ايه يا طه؟ ما هتروحش الجامعة ليه؟ بروح يما، بروح كل يوم. ومحدش قالك انك ساقط في المواد في النص الاول كله؟ مين قالك الكلام ده يما؟ اخوك زين، وكلفني اتحدث معاك في الموضوع ده واشوفك سقطت ليه؟ عشان هو لو اتحدث معاك فيه وهو في الظروف دي هتزعل. واخويا زين ماله، اروح الجامعه ولا ما اروحش؟ ولي امرك. انا ما بقيتش صغير يما، بعد ابوي ماليش كبير. يعني انت حر نفسك وانت كبير روحك؟ ايوه كبير نفسي. خلاص يبقى انت المسؤول يا ولد، احنا ما قصرناش معاك، ما تقصرش انت رجبنا. شوف اختك ناديه في كليه الطب، وشوف اخوك ومركزه. انا عايزهم احسن مني يما، ارتاح. وانا مش هرتاح يا ولدي غير لو شفتك زيهم واحسن منهم كمان. يبقى مش هترتاح يما. ليه كده؟ حرام عليك يا مري، مكتوب عليا وجع القلب. عايز تنزل اجازه تاني ليه؟ عشان فرح ابن عمي. طب اللي هيدخل انت ولا ابن عمك؟ عموما طلع ده وربنا يسهلها. اللي حصل بره؟ معاه استدعاء من النيابه لمسعد هتلر. هاجر برا البلد. نعم. زي ما بقول لك يا قديم. ايه هتعرف اكتر من ابوه؟ طيب خد امضي لي بالاستلام. ما بعرفش امضي ولا اكتب ولا اقرا ولا حتى ابصر. طب حد من البيت يمضي لي بالاستلام. بيت مهجور من جوا. اقول لهم انك ما رضيتش تستلم الاستدعاء؟ قول لهم ما لقيتش بشر في البيت، لقيت عفاريت، وعفاريت تقدر تعمل اي حاجه مع اي حد وفي اي مكان. تشرب شاي؟ كده كده توجع قلبي كده يا نور عيني. والله يا زين كان اول حاجه لازم تعملها انك تتصل تطمنا. والله غصب عني يا فيروز، كنت مشغول بالمصابين، المنظر كان مفزع يا ام. الحمد لله على سلامتك يا اخوي. طب انت بتعيط ليه يا عبيطه؟ ما انا قدامك اهي. انا حاسه ان الروح رجعت لي دلوقتي. بعد الكلام ده انك بتحبيني. بحبك بس انا بموت فيك.
والله يا ريت الانفجار ده حصل من زمان يما، عشان احس باهتمامكم وبحبكم وبخوفكم عليا ده. انا بخاف عليك اكتر من نفسي يا زين. انا قلبي كان هيطلع من مكانه من الخض. والله يا ولدي روحي اتردت فيا اول ما شفتك بتهل عليا كده. يا ريتني كنت معاك عشان اخد شويه من الحب والحنان ده. بالك هذا يا طه، لو انت اللي مكاني وبلغوهم بالخبر ده وربنا كانوا كملوا نوم عادي. ونشخر كمان. ونعمل اخت. نجي البلد اللي تحب تروح واسفرها لك. لا يا ابوي، انا لو عملت كده يبقى بثبت على نفسي. يعني ما عنديش استعداد اشوفك بتتحاكم. انت سمعت حاجه؟ يا ولدي، احنا اتجرى علينا الفاتحه. طب ومعارفك؟ المواضيع دي ما فيهاش معارف. خلاص، لو عاوزين حرب نحارب. الرجاله كتير والرصاص ما فيش اكتر منه عندنا. الكلام ده كان ينفع زمان، لو على الحرب هنحارب، لكن اللي مات يا ولدي لاخر رصاصه مش هنلحق يا ولدي. هيكونوا صفونا قبل ما اخر رصاصه تتضرب. لا يا ابوي، انا مش هسافر، انا هفضل هنا واطمن. مهما عملوا محدش هيعرف يثبت علينا حاجه. وعزة جلالة الله لو مسكت واحد من الارهابيين دول لقطعه بالحته يا رضا. تروح تجيب هاردات الكاميرات اللي حاطينهم في المحلات اللي حوالين المركز. بس اكيد باظت من التفجير يا ريس. يا ابو مخ عطلان، لو الكاميرات باظت الهاردات عليها كل حاجه. يلا بسرعه. اوامرك يا ريس. صفيه. طه، صباح الفل. صباح الخير. صباح النور. بقول لك ايه، هي ليلى عامله ايه؟ بخير الحمد لله. امال يعني مش شايفها ولا بتجيلنا ولا بتظهر ولا بترد على موبايلها ولا حتى رسائل الفيس؟ لا موجودة عادي، بس هو انت بتكلمها ليه ولا بتبعت لها ليه؟ بطمن عليها مش بتعمي. عمرها ما جرت لي انك بتكلمها ولا بتبعت لها. جرايه صفيه، وايه اللي فيها؟ فيها ان عمرك لا كلمتني ولا بعت لي. وانا اكلمك ليه؟ ما انت متلجحه قدامها. هي كمان متلجحة قدامك. لا ده انت باين عليكي حالتك صعبه خالص. لا يا طه، شكل انت اللي حالتك صعبة. سلام يا صفيه. طه، ايه؟ مش عايزاك تنسى ان ليلى لسه بتحب زين. هي صح ليلى لسه بتحب زين؟ اكتر من لو سالتيها قريب يعني؟ مش محتاجة اسال. ماشي، انا همشي بقى عشان عندي محاضره. انت تعرف صاحب العربيه اللي ماشي ورانا ده؟ معرفوش. اصل ماشي ورانا من ساعه ما انت ركبتي. ساعة ما ركبت؟ اه. طب شاهد انت بس شوية. ماشي تمام. يا فندم، هي العربيه دي وصلت قبل الانفجار بنص ساعه وحتى صاحبها ما نزلش منها. اتحركت بعد الانفجار بدقيقه. مين صاحب فكرة الكاميرات دي؟ يبقى حوطة الاسم كله. ده السؤال ده يا فندم. بصراحة عايز أشكره، هتفيدنا كتير. رغم إن أنا كنت معترض على صرفية الكاميرات دي، بس ظهرت قيمتها دلوقتي. كان عندك بعد نظر يا زين. الله يخليك يا فندم، كله بركة توجيهات سيادتك. ايوه، عايزين نعمل زوم على الشباب بتاعنا. رضوان، انت هتعرفه يا زين؟ ايوه اعرفه يا فندم، من بلدنا، كان معايا في المدرسة. طب وده هتعرف تجيبه؟ ده اكيد خلع بره البلد. هنجيبه هو اللي معاه بعون الله. ليه ما قلتليش انه بيبعت لك وبيكلمك؟ يا بت ده بيعمل كده كل فين وفين، وبعدين ده طه يا صفية، يعني اخويا الصغير. بس انا مش حاسه انه شايفك اخته الكبيره. صفية، هو في ايه يا بت؟
هو المحروس اللي انت بتحبيه يبقى طه. يا ليلى، طه. يخرب بيت عجلك. طب ليه ما قلتليش من الاول؟ يعني اتكسفت من انا، من اختك يا عبيطه. اصل انا مش عارفه هو واخد باله مني ولا لا. طب اقول لك، تحب اتقصلك من ناديه؟ لا، اوعي تعملي كده. ما انت لازم تعرفي، يعني هو كمان كده بيحبك ولا من ناحيتك انت بس يا موكوسه؟ انا الصراحه من بعد ما لقيته بيسأل عليكي ما بقيتش مطمنه. لازم مكانك. اللي هيقرب مني افجر المكان اللي فيه. استهدى بالله رضوان، استهدى بالله. بعد اذنك يا فندم، انا عارفه، سيبنا اتكلم معاه. ايه انت بتقول ده هتتظبط؟ بعد اذنك يا فندم، على مسؤوليتي الشخصيه، خلي الرجاله تخلي المكان. كنت مستغرب اللي وصلت ليه، مش هكدب عليك، خفت على بنت عمي منك، بس آخر حاجة كنت أتخيلها إن صديق دراستي اللي أكلنا مع بعض عيش وملح يبقى واحد منهم. ما تجربش يا زين، ما تجربش. يبقى واحد من القتلة. مفيش قتلة غيركم يا زين. أنا مش قادر أصدق إن زين ولد الحج صالح الجناوي يبقى من المرتدين. مرتدين؟ أنت عارف معنى الكلمة دي عشان تتهمني بيها؟ وأنت هتفهم في كلام ربنا أكتر مني؟ وبعدين يا زين، من ساعة ما أنت لبست البدلة الميري وأنت بقيت زيهم، ظالم وكافر. مين اداك الحق إنك تكفر بني آدمين وتستحل دمهم يا رضوان؟ إيه؟ هتقوم بدور ربنا على الأرض؟ أنا بطبق شرع ربنا في الأرض يا زين. إياك تكون فاكر يا رضوان إن الدور اللي عايشه بقالك سنتين تلاتة ده هيخيل عليا. إحنا متربين مع بعض. ياض أنا عمري ما شفتك في جامع المدرسة. ده أنت لحد من سنتين تلاتة كنت بتشوف أي مرة معدية بتفصصها من فوقها لتحتيها. أنت ده جميتة. أنت نفس مريضة استغلها الشيطان عشان تأذي الناس باسم الدين. دي ننضف منك ومن أمثالك. طب احنا هنتجاد نكت اللي يا زين. اتشاهد يا زين ونشوف مين في الجنة ومين في النار. شوف. صباح الخير. صباح النور. هاي يا ادهم. هاي يا زينة. ايه الاخبار؟ البنت اكلت؟ اكلت ولبست. انا مش هستناكي. شكلك زهقت بدري يعني. ما زهقتش ولا حاجه، بس المفروض ده دورك. دوري طبعا، ودورك انت كمان. وبعدين يا ادم، هي مش دي البنت اللي انت واجع دماغي انا مستحملك عشانها مستحملك عشانها مستحملك عشانها؟ ما تشيل بقى شويه، ولا هي الشيله تقيله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا قلت حاجه؟ بس انا بقولك استحمل البنت شويه من نفسك، خصوصا بقى ان انا مسافره الايام اللي جايه دي 10 ايام بره. مسافه؟ خدتي قرار ده لوحدك؟ اخدته لوحدي. رايحه فين ان شاء الله؟ رايحه بيروت. بيروت. مع مين وليه؟ مع مين؟ مع صحابي. ليه بقى؟ علشان حاسه ان انا مخنوقه كده بقالي فتره ونفسيتي مش مظبوطه خالص. وبعدين في دكتور كويس قوي هناك، كل صحابي بيتعاملوا معاه، فممكن يظبط لي شويه حاجات في وشي. مسافره لبنان مع صحابك 10 ايام وهتغيري حاجات في وشك، مش شايفه ان انت محتاجه تاخدي رايي في اي حاجه من دول؟ واخد رايك ليه يا ادهم؟ هو انت دافع لي حاجه من جيبك؟ لا طبعا مش محتاجه رايك في اي حاجه. هند اللي بتعمليه ده غلط. غلط ليه؟
ده كله عشان بقولك نفسيتي تعبانه. في ايه وانا مش بني ادمه؟ من امتى؟ النظام ده جديد يا هند. لا مش جديد ولا حاجه، ده من ساعه ما حضرتك قلت لي انا مستحملك بس عشان خاطر البنت، فانا قررت بقى ان انا اعيش حياتي لنفسي وانت تعيش للبنت براحتك. انا ما ينفعنيش النظام ده. ومين قالك اصلا يا ادهم ان انت نظامك نفعني؟ طب بصي بقى يا هند، يا انا يا السفريه دي. هو الاسم هيرجع زي ما كان على قيمته يا فندم. كلها كم يوم ان شاء الله، الناس شغاله والله صبح وليل. والله يا فندم انا لو من مدير الامن كنت شيلت زين الليله كلها. ليه؟ هو زي اللي كان فجر الجسم ولا ايه؟ لا مش هو اللي فجره، بس هو اللي مقصود بالتفجير. ما هو مفيش مصيبه بتحصل لنا هنا غير من تحت راس زين. والله انت فايق يا زياد. على كده زين هو السبب في ارتفاع سعر الدولار. زين 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 يا فيروز، الصورة دي جات لي دلوقتي. مين دي؟ مين اللي بعت لك الصورة دي؟ اكونت معرفوش، جات لي دلوقتي على الفيسبوك في اذرز. كان ملوش اسم يعني؟ واضح انه فيك اكونت. أكيد هتلر أو ولده. ممكن اعرف مين دي؟ ده البنت اللي اتقتلت، مريم، والطفل اللي عايش عندنا تحت. اول مرة تقولي انك قابلتها قبل ما تموت. وأنا من متى بحكي لك على اللي بيحصل في شغلي؟ ده مش شغل يا زين، دي ام طفل عايش معانا هنا في البيت ومسميها على اسمك. يعني اقل حاجه تعبرني كمراتك وتقول لي انك قابلتها قبل ما تموت. ما جاتش فرصة. ما جاتش فرصه؟ كان عندك حق لما قلت لي سافر يا ابوي. انا هلم خلقاتي واهرب برا البلد خالص على ما الدنيا تهدى. لا، فات الميعاد يا ولدي. خلاص الجواب باين من عنوانه. خلاص العالم دي عايزين ينتقموا مني فيك. لو خرجت برا البيت مش بعيد يمسكوك. يمسكوني ليه عاد؟ انا طلع الامر ده بتوع احضار ولا ايه؟ لا بس اكيد بيجهزوه. طب لو رحت؟ لو رحت مش هيسيبوك يا ولدي. ولد صالح زمانه طبخ الموضوع. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ هتتدبر يا ولدي. جنى عاشت وشافت امر ضبط واحضار لوالد هتلر عشان تعرف يا عزت بيه زين الجناوي لما بيحط حاجه في دماغه بيعملها. اهو ده من عجائب الدنيا السبع. مبروك يا زين. اتفضل يا باشا. الف مبروك. اقعد يا بطل. مش سهل انت برضه يا زين. تلميذي يا اسماعيل بيه. نورت مكتبنا المتواضع يا باشا. ده انت يوم فرحك ما اتبسطتش كده. يا باشوات لازم اللي زي هتلر ده يعرفوا ان البلد فيها قانون واللي بيغلط بيتحاسب. على زياد برضه. امال هيكون عشان ايه يا زياد بيه؟ علشان ابن المقتوله اللي عايش عندك في البيت. انت بتهزر. طب وربنا عندك حق. كنت كل ما ابص في وش الواد الصغير اقول له هجيب لك حق امك. وبعدين وانا بهتم بالقضيه دي بس. بذمتك يا عزت بيه مش كل قضيه بمسكها بهتم بيها نفس الاهتمام ده. تمام. سمعتي سبقاني. على الله بس لما يجاب يعترف بسرعه ويخلصنا. ده لو اتجاب اصلا يا فندم. ده ابوه شيخ منصر. هجيبه يا فندم ومن حضن ابوه. بلاش انت يا زيد، مش عايزين مشاكل. امال زياد هينزل يجيبه. عزت بيه القضيه دي بتاعتي ومحدش هيجيب الواد ده غيري. يا زين اسمع انت دايما في وربنا من غير مشاكل. نور يا اسماعيل بيه. وابن هتلر هينور في الحجز النهارده. هي دي امه. في شبه منها. ربنا ينتجم منهم، كانت قمر. يا رب. الناس دي طلعوا مش سهلين خالص. اللي زي دول الأبلسة جنبهم ملايكة. انا ابتديت اخاف علينا.
أنا حاسة إن هم مش هيسيبونا في حالنا. يعني إيه؟ أنا حاسة إن الصورة دي هم عايزين يوصلوا بيها رسالة لزين. رسالة إيه؟ رسالة إن الولد ده لو حصل له حاجة أهلك هيتضروا. ما تفوليش وما تخوفينيش يا بنتي. أنا مش قصدي أخوفك، بس هو ده اللي أنا حاساه. يا ساتر. خير يا زين؟ في معاون مباحث في الدنيا بيجي في خير برضك؟ مسعد ولدك فين؟ ايه ده؟ ما حدش قال لك انه هاجر؟ هاجر امريكا واتجوز امريكي وعنده منها عيلين. عقبال عندك. انا عارف ان عندك مشكله في القصه دي. طب مدام هاجر فسح شويه عشان نشوف شغلنا. فتشوا في كل مكان يا رجاله، ما تسيبوش خرم ابره. لو في حريم جوه قول لهم يستروا نفسهم. انتوا جريتوا ولا ايه؟ في ايه يا حضرة الظابط؟ ده بيت هتلر بيه. بتشوف بطايقنا بالمره. زعلنا نفتش بيت هتلر بيه؟ امال لما اضرب رجاله هتلر بيه قدامه هتعمل ايه؟ خدوا على البوكس. تعدي على ضابط اسناد ده اتعملوا. ما تسيبوش مخل جوه لما تدوروا فيه. ورحمه الغالي لا خليك تحصل. حصل مين؟ تعرف وقتها ساعتها افتكر انك اتجرأت دخلت رجالتك يفتشوا بيت هتلر. انت اللي ما جتش معايا دغري، عمال تقول لي الغاز هاجر وسافر، افضل اسمع كده لحد ما المحروس يهرب. مسعد ما عملش حاجه عشان يهرب. لما لبسوا حبل المشنقه ان شاء الله ساعتها بس هتعرف انه عمل. دور فوق السطوح. عشم ابليس في الجنه. قصدك عشم زين صالح الجناوي في الجنه. مش موجود جوه يا فندم. انت اللي جبته لولدك، كنت اخده النيابه معزز مكرم، مضطر اني اخده متهان ومتكلبش. ما عاش ولا كان. لا عايش وقدامك هو هتشوف بعينيك. نسيت اقول لك الصوره اللي بعتها لي عجبتني، بس عايز صوره اوضح عشان اعلقها في الصاله بالمره الواد يشبع من امه الله يرحمها. يا بنت حقك علي، وحياة منصور عندك ما تزعلي مني. يما انا عمري ما فكرت ولا جه في بالي اني اخاف منك. تخافي مني انا؟ ايوه يما، مطرح اللي المفروض احس فيه بالامان بيجي اكتر ما كان مخوفني. اليد اللي المفروض تطبطب عليا هي اللي ضربتني بالقلم، وكل ده عشان ايه؟ ولا حاجه. خلاص يا ليلى، امك جات لحد عندك عشان تراضيك؟ والله يا ليلى من خوفي عليك ببقى قاسي. انا بنتي من يوم ابوك الله يرحمه بقيت اب وام. الحمل ثقل عليا قوي، ما بقيتش قد يا بنتي. عارفه يما، ساعات بتفكريني بالقطه اللي كلت عيالها من كتر خوفها عليهم. ايوه يما، القسوه اتحملها منك، لكن تكليمه زي القطه لا. اوعي حبيبتي يا بنتي، سامحيني يا بنتي. سامحاك يا يما. سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا حبيبتي، سامحيني يا بنتي. يا ماما أنا حاولت كتير قوي مع زين ومفيش فايدة، واخد قضية هتلر دي مسألة حياة أو موت. ولدي يا بنتي وانا حافظاه كيف ابوه ما يخافش غير من اللي خلقه. معقولة يا ماما؟ ده انت اللي مخوفاني من هتلر ده، انت اللي مبسوطة انه هيكمل. لو ولدي ما كملش انا اللي ازعل منه. هتلر ده قلبه قاسي قوي، حرق قلوب ناس كتيرة، وربنا بيسلط أبدان على أبدان، وزين ولدي بيطبق العدل، والعدل ده بيريح قلوب ناس كتيرة قوي. ربنا يا فيروز كيف ما خلق الظلم خلق ناس جدعان زي جوزك
يوقفوا في وش الظالم ويجيبوا حق الضعيف منه. أنا والله ما شفت حد بيحب شغله ومؤمن بيه زي زين، بس أنا خايفة عليه. يعني ايه يعني؟ اما لو كان دفع حاجه من جيبه كان عمل ايه؟ يعني انا عندي حق ان اسيب له البيت وامشي؟ طبعا عندك حق يا حبيبتي. يعني ايه راجل يقول لمراته يا انا يا السفر؟ طب انت قررتي انك تسافري، هيطلقك مثلا؟ بس انا بصراحه يا مامي صعبانه عليا البنت قوي. يا حبيبتي ما تخافيش على زينه، انت امها وهي بنتك وهترجع لك في الاخر، بس انت لازم تحسسيه بالمسؤوليه شويه. طب يعني تفتكري ارجع؟ طبعا يا حبيبتي ترجعي، بس مش دلوقتي، تستني يومين 3، ولما ترجعي تتجاهليه، خليه يتمنى انه يشوف ضحكتك من اول وجديد. وانا بقى عليا ان يخليه اكتر حاجه يتمناها في الحياه انه ينول رضاكي. راجل انا ما همكش منه ودخلت فتشت البيت. تلاميذك يا باشا. الواد ده اكيد سافر بره البلد. اللي زي هتلر ده بفلوسه يعمل اي حاجه. انا مش مع حضرتك يا فندم، الواد ده لا هاجر ولا سافر ولا الكلام اللي هتلر قاله خالص. وايه اللي مخليك متاكد؟ الخوف اللي شفته في عينين ابوه. ما هو لازم يخاف، ابنه الوحيد ونقطه ضعفه. ما علشان كده انا متاكد انه سفره، عمره ما هيغامر بيه. يا فندم الواد ده جوه البلد وانا هثبت لك الكلام ده. سلميت ولدي في رقبتك. ولدك هو ولدي يا أمينة. اوعك تخليه يسلم روحه. مسعد لو جرى له حاجه جدرك هينقطع من الدنيا. والواد والدي صالح شكله نويه، وده ظابط مباحث، وتلاقيه محضر بدل الدليل 1000 دليل. كل اللي بتقوليه أنا عارفه. أنا مش هرمي مسعد في التهلكة. ما تخافيش يا أمينة، ما تخافيش. محدش هيدخل ولده قفص الثعالب بيده. عرفت مين بعت لي صورة على الفيسبوك؟ اكيد كلب من كلاب هتلر، بس اللي مش قادر افهمه يا فيروز، الصورة دي اتصورت ازاي وامتى؟ ويا ترى اللي صورها عايز يستخدمها في ايه تاني؟ ما هو اكيد ما صورهاش عشان يبعتها لمرتي بس. اللي ماما صالحة حكته لي عن هتلر ده ما يطمنش خالص، وانا بصراحة خايفة عليك منه. اللي زي ده اكيد مش هيواجهك، بس ممكن يحاول يأذيك فينا. اولا مرض زين الجنا وما ينفعش تخاف. ثانيا فيروز شعار وزارتنا النسر، وهتلر واللي زي دول تعابين ماشية على الارض، ودور النسور اللي زينا هو ان احنا نصطاد التعابين دول ونحمي اهل الارض من شرهم. اطمني، مفيش تعبان بيغلب نسر. بكم البط؟ 80 جنيه عشانك 70 جنيه. يا ولية حرام، دي مش متزغطة، بصي خفيفة قدام. خدي خدي. هو ماله السوق النهارده ناشف وحاشف؟ سكينة، زين باشا عايزك. زين باشا؟ وعايزني ليه؟ يلا تجري قدامي. يلا. ايه؟ في ايه؟ ها؟ ازيك يا زين باشا؟ ازيك يا سكينة، عاملة ايه؟ بخير. الحمد لله رب العالمين. هتلر مداري ولده فين يا سكينة؟ البضاعة دي فيها ايه؟ 4 جرنوف و12 أربجيه و20 بندقية آلي و2 هوا. دي جاية منين؟ جاية من ليبيا يا ريس، وعاوزين يخلصوا منها بأي طريقة وبسعر متهاود يا ريس. اشتروا وخزن. ونخزنوها ليه؟ ما انطلعوها على طول للجماعة بتوع سينا، ده هيتنشقوا على حتة سلاح. لا، اليومين دول مش عايز أي حاجة تطلع لأي حد. يعني ايه يا ريس؟ يعني العيون علينا يا حويط، مش بعيد يكونوا مراقبين. مش عايز كلام في تليفونات. بس كده حالنا هيوقف يا ريس. خليه يوقف لحد ما نحل قصة مسعد. أمرك يا كبير. يا فندم اقتحام بيت هتلر مرة مش هيعدي بالساهل، ما بال سيادتك بمرتين. مرة زي مرتين. خلي بالك أنا نفسي زين ينجح في القضية دي عشان شكلنا ما يبقاش وحش. طب أنا عايز أفهم حاجة، هو ليه طالب تعزيزات أمن مركزي؟ الموضوع مش مستاهل ده كله. بصراحة بقى يا فندم سيادتك بتلبي له أمره عمال على بطال. بص يا زياد،
انتوا ولادي يا زياد، ليكوا حقوق وعليكوا واجبات، وإن لبي طلب زين ده حقه. وخلي بالك أنا معجب بشجاعته وبجرأته، حد غيره كان ساب القضية تتقفل وريح دماغه. ايوه يا بيه، والله انا متاكده لو ما لقيتهوش في المكان اللي قلت لك عليه اعمل فيا اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تحبسني مع الرجاله. يا بيه ما فيش حد نفسه يجيب حق مريم زيي. يا بيه ده انا بكره سي مسعد ده، بكرهه قوي، ده بيعاملني ولا العبيد، وكان بيعامل مريم الله يرحمها معاملة الكلاب. يا بيه مكافئتي ايه على المعلومات دي؟ والله يا عمي ما قلت لها حاجه غيري انا السفريه دي. انا ما شفتش واحده بتقرر تسافر من غير ما تاخد اذن جوزها. لو انا غلطان قول لي يا عم. لا يا ابني، انت مش غلطان في حاجه. سابت بيتها وبنتها ما بتردش على تليفونها. الحقيقه انا ما عنديش علم بده كله. كل اللي عرفته ان والدتها قالت لي ان انتوا زعلانين مع بعض شويه وجايه هنا علشان تهدى. مين اللي المفروض يهدى يا عم؟ المفروض انت يا ابني والله. يرضيك اني ما بقاش عارف عنها اي حاجه من ساعه ما مشيت؟ هو الاصول يا ابني حتى لو انتوا كنتوا متخانقين مع بعض انك تعرف ومن حقك هي رايحه فين وجايه منين. طب هي موجوده يا عم؟ خرجت ولسه ما رجعتش. تمام يا عم. استهدى بالله يا ابني وانا هظبط لك كل حاجه. انت عارف يا عمي ان هي ما سالتش على بنتها ولا مره واحده من ساعه ما مشيت. الحقيقه يا ابني انا مكسوف منك والله. اقول لك سيبني اتفاهم معاها واعرف هي عملت كده ليه. اتفاهم معاها براحتك يا عمي، بس اللي بيحصل ده غلط. ولا انا ولا اي راجل في مكاني هيرضى ان مراته تتصرف كده ويسكت. ايه يا زين؟ قالوا لك ان بيتي على ارضك وانا واضع يدي عليها ولا ايه؟ ايه اللي رجعك؟ انا عايزك تاخد عليا عشان هتشوفني كتير الفتره الجايه دي. كل دول علشان تاخدوا مسعد؟ ايه؟ كنت الصعيد الجديد وانا مش داري؟ مش هتلاقيه يا زين، ولدي سافر وهترجع المركز يد ورا ويد قدام زي المره اللي فاتت. يا نهار اسود، مصاب.
الحمد لله على السلامة. جيت من أمريكا متى؟ أبوك قال إنك مهاجر مش متخزن. عملت اللي أنت عاوزه يا زين؟ لا، عملت اللي المفروض يحصل. يلا قوم معايا. خلاص، إعدام بإعدام. أتعدي في حاجة عملتها، حاجة على القيمة، مش حتة خدامة. إيه رأيك تعدي في ضابط بوليس؟ لا هو مش أي ظابط، ده زين صالح القناوي. ده أنت تتكافئ عليها دي. قلت لك اخده النيابة معزز مكرم، انت اللي اضطريت ناخده متكلبش ومتهان. انت اللي بديت الحرب يا زين. يلا يا رجاله. ولا عملت اي حاجه. يعني ما فكرتش تقول لاهلك ولا لاهلها ولا حتى تسيب البيت؟ يا مرات، الست لما بتحب الراجل قوي قوي وحاسه ان هو ما بيحبهاش بتخاف تاخد موقف لا يبعد عنها. وطبعا انت واثق ان هي عمرها ما هتاخد اكشن عشان هي مسلمه لك نفسها بالضمان. ضمان مدى الحياه. وافهم انا بقى ان هي هتفضل موجوده في حياتنا كتير؟ ما اظنش بصراحه، يعني هي بالتصرفات اللي بتعملها في الاخر دي شكلها هتجيب اخرها معايا. ما تطلقها. مستني ايه؟ مستني الوقت المناسب. عايز العبها صح عشان اطلع من الموضوع كله من غير اي خسائر وابقى شكلي قدام عيلتي وعيلتها فله. اهدي يا حاج عشان خاطر ربنا. هي ما فيش غيرها. انا سمعتها بتتكلم في التليفون بتبلغ عنه. انت متأكدة من الكلام ده؟ ان شاء الله امتص في وداني التنين. كنت عارفة وقلت له بدل المرة 1000. المخفية وده ما تعرفش مكانه ما صدقنيش. منها لله مرة قدرة. تقدري تقولي له الكلام ده قدامي؟ اقدر بس هو مش هيصدقني وهي مش هتسيبني في حالي، هتخليه يمشيني من البيت واكله بعقله حلاوه كانها سحراله. منك لله منك لله يا هدى، منك لله. ولادي احنا لازم نطلب تحديثات من المديريه وحالا. تعزيزات ليه يا زياد بيه؟ انت مش شايف الناس اللي بره يا ابني؟ دول ممكن يقتحموا ويدخلوا ياخدوا الواد ويمشوا. وربنا انت كان لازم تشتغل في قسم شرطة الرحاب. انت اللي جابك الصعيد ظلمك. انت هنا في قسم شرطة قلم في الجمعية التعاونية. مين اللي يقتحموا دول؟ ما تخافش يا زياد، كل اللي بره دول احنا عارفينهم بالاسم. شوف يا زين، برضه واحدة من راح الواد على النيابة لازم ناخد بالنا كويس. هتلر دلوقتي مرهوش غير ان هو يطلع الواد ده وممكن يعمل اي حاجة عشان يخرجه. سيبها لله يا بيه. عيني أهلك يا ولدي. قلبي عندك يا أختي. أنا لا عايزة قلبك ولا تاجي أشوف خلقتك يا وش الفجر. أنت بتقولي كده ليه يا ولية؟ هو أني اللي ربيته؟ بدل ما تطيحي في خلق الله روحي لمي نفسك على تربية الأمر اللي ربيتيها له. لا تكوني فاكرة إن ولدي له يد في الموضوع ولا تكوني أنت سبب حبسته. كان نفسي يا أختي نعمله كده بس طلع الولا غلبان وما يستاهلش. عارفة مين اللي يستاهل؟ انتي. بس ولية كركوبة عجوزة زيك هتقتل ازاي؟
ده انت يا وليه لو طلعتي السلم روحك هتطلع. ان شاء الله انت روحك اللي تطلع. غوري من قدامي. قاعده على قلبك. غوري مش طايقاكي يا قدم الشوم. قدم الشوم على الشوم يا حبيبتي، وقدم السعد على وشوش السعد اللي وشك مش منهم. مش طايقاكي. يا ليلى، عامل ايه يا طه؟ الحمد لله. اتوحشت الجوي. ربنا يخليك. كلمتك وبعت لك ما ردتيش. معلش انا كان عندي شويه مشاكل. بيدك تحل كل المشاكل. واحلها كيف؟ شيلي زين من دماغك وكل مشاكلك هتتحل. وايه اللي دخل زين في مشاكل؟ هو اللي موقف لك حياتك، وطول ما هيفضل جوه عقلك طول ما هتفضلي محلك سر. انسيه وعيشي حياتك ليكي. انت تستاهلي تكوني مع واحد يحبك من قلبه ويحافظ عليكي، لكن اللي باعك وراح يتجوز واحده تانية ما يستاهلش تفكري فيه لحظه. زين ما باعنيش يا طه. وبعدين انت كيف تتكلم عن اخوك كده؟ اللي يجي عليك يا ليلى يستاهل كلام اكتر من كده، حتى ولو اخوه. بصي ودوري حواليكي وشوفي مين بيحبك صح. مفيش يا طه. في. مين؟ طه، والد عمك. عن اذنك يا طه.